فأصحاب الابتلاء اصبروا، ولا يعني أنك صاحب ابتلاء أنك منبوذ، إنك عند الله مرفوع الشأن، لأنه ما ابتلاك إلا لأن لك عنده قيمة كبيرة. اسمع، ما ابتلاك الله إلا لأن لك عنده قيمة عظيمة، هو يحبك. يقول فلان أصابه الشلل نصف مقعد، يعني زاروه، ما الذي حصل؟ قال كنت في سيارة حادث مات فيها زوجي، يقال في اللغة العربية زوجي، زوجته، ومات فيها أولاده، وأصبت بالشلل. وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا لأن الله يحب. أبرص وأقرع وأعمى التقوا صاحبوا، لأنه ما حداش بيحبهم، فهم محبوا بعض. فالله عز وجل فرح بهذا المنظر الذي هو أعلم به، فبعث لهم ملكا يريد أن يبتليهم. ماذا تريدون؟ فتمنوا أن يرعوا الأنعام. واحد صار عنده وادي من الإبل، ووادي من البقر، ووادي من الغنم، وقال لهم ماذا تشتهون؟ قال الأول أن يذهب العمى عني، والثاني أن يذهب عني البرص، والثالث أن يذهب عني القرع. فمسح الملك عليهم ثلاثتهم، أنا أختصر القصة، فبرئوا، صاروا من أجمل الناس. الأعمى صار يشوف، والأقرع أوتي شعرا حسنا، والأبرص وجها حسنا. أجمل الناس وأغنى الناس واد من الإبل. تخيل واحد عنده 10,000 رأس من الإبل، واحد عنده 20,000 رأس من الغنم، أو 20,000 رأس من البقر، وتركوا سنوات، تزوجوا، صار عندهم عيال وبيوت وعقارات، تجار ماشية صاروا. لكن الله عز وجل يبتليك، يعطيك ليرى ماذا تصنع. أعطاك اليوم مالا فيريد أن يرى منك ماذا تفعل. هل تعطي غيرك؟ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هل تعطي أحدا سألك؟ يجاك واحد قال لك ديني 1000 دينار بس بدك إياهن على فترات أو لقدام شوي، أعطيته؟ ما أنت أعطاك ربنا. وين المال اللي الله أعطاك إياه؟ ابتلاء أعطاك إياه، مش لأن لك شعرا حسنا، ابتلاك به. فجاء عليهم الثلاثة الملك بعد مدة من الزمن على هيئتهم الأولى. جاء إلى الأعمى على صورة الأعمى، على الأقرع على صورة الأقرع، فجاء إلى الأبرص. فلما رآه الأبرص الذي شفي وبرئ زعل، ذكرتني بما كنت فيه، غضب. منين جاني؟ ذكره بصورته الأولى. قال رجل انقطعت بي الحبال وأنا مسافر وليس معي دينار ولا طعام، ناقة. نظر إلى وادي الإبل، واد من الإبل. يا الله يا ابن آدم ما أطمعك وما أبخلك، يا الله. قل له على 1,025,000 زكاة، يقول لك يعني نقصا. نعم، يقول لك لا خلاص بنصلي الفجر بالجامع، نقوم الليل ركعتين أحسن لنا من الزكاة. يا الله يا ابن آدم ما أبخلك، وتحبون المال حبا جما. لو أن قانون الزكاة سائر في الناس ما احتجنا إلى شيء من التجارة، لأن الله يبارك في الزكاة والصدقة. قال ماذا تريد؟ روح اشتغل، اذهب، هذا مالي ومال جدي وأبي. كذاب كمان وتكذب. صار يدعي أنه هذا أنا تعبت فيه اشتغلت فيه، ما ربنا أعطاك إياه وادالك ملك. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت إليه. فرجع أبرص فقيرا، محق الله رزقه وأرجعه مريضا. وهكذا الأقرع نفس العملية. أما الأعمى فهي الصورة المشرقة للمؤمن الموحد الشاكر الذاكر. قال يا هذا كنت أعمى فبرأني الله. شوف الإيمان، كنت فقيرا فأعطاني. ما قال له خذ 10 رؤوس، شوف الكرم والشجاعة في الكرم. ما قال له خذ 100 رأس، قال خذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك شيئا تأخذه. يعني أطل عليك شفتك سقت 1000 راس أقول لك لا يا زلمة كثير، والله حلف بالله. قال له لو بتأخذ 1000 راس ما أجهدك. قال له أمسك عليك مالك فإنما ابتلاك الله وصاحبيه. وصيتي ونصيحتي، ليس كل مسلم يجب أن يكون غنيا، وليس معنى أن تكون فقيرا أنه يجب عليك أن تجتهد حتى لو بالحرام أن يكون عندك مال. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أقول فقيرا لكن أريد أن أقرب الصورة، لم يكن عنده طعام ولا بيوت فارهة. يمر على 9 حجرات زوجاته، هل عندك طعام يا زينب يا أم سلمة
يا عائشة عندك؟ لا والذي بعثك بالحق، بيت النبي ما في طعام. فشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلقهن التسعة؟ وفي ناس بيزعل على مرته وهو اللي مجبور يجيب الأكل والشغل، فيقول إني اليوم صائم. هذا الجواب الرائع. خلاص صيام اليوم، ما فيش طعام، الحمد لله. أقول قولي هذا واستغفر.